والمغرب خلال العشرة 12 سنة الأخيرة أنا كانت عندي زيارات للمغرب إلى معناها تاريخ جديد، يعني تتغير المغرب، قاعدة تتغير، قاعدة كي تغيب عليها شهرين ثلاثة عام عامين تلقاها بلاد أخرى تغيرت، فما حاجة جديدة تبدلت، المغرب قاعدة تتبدل. حاجة أخرى سمير. أي وأكثر من هذا السؤال علاش المغرب القيمة التسويقية ولات قيمة عالمية؟ ما لازم نتسائلوا علاش. ثم لاعبيتهم يلعبوا في لي جروند زيكيب اللي في. نحكيو على المونديال، باش نحكي لك على قطاع السكك الحديدية في المغرب. تعرف انه باش تنظم مونديال يلزمك وتله، يلزمك بنيه تحتيه على اعلى مستوى، يلزمك ملاعب ويلزمك النقل ومشروع كبير في المغرب هو التي جي في تران جراند فيتيس. يا سمير سليمي 8.8 مليار دولار سيتم استثمارها في قطاع السكك الحديدية في المغرب. وفما التران المنتخبات العربية المشاركة طبعا في تصفية كأس افريقيا الأمم واللي ضمن ترشحها. احنا 12 احنا ب7 نقاط، عندنا 7 نقاط هكا ولا هما عندهم 12 نقطة هذوما اللي نحكيو عليهم. نحكيو على مصر، المغرب والجزائر. قيمة تسويقية، فلوس، قيمة لاعبين، أيضا نجوم كبار في المنتخبات هذه. المغرب مثلا القيمة التسويقية لمنتخب المغرب تفوق 360 مليون يورو كأغلى وأعلى قيمة تسويقية في المنتخبات الإفريقية الكل. أشرف حكيمي الناس كل تعرف أنه قيمته التسويقية 60 مليون يورو، أغلى ظهير أيمن في العالم. إبراهيم دياز 40، نايف أكرت 35 مليون أورو، هذوما مثلا أغلى 3 ملاعبية في منتخب المغرب. الجزائر ايت نوري 35، أمين قويري 25، فارس شيبي 18 مليون أورو. مصر دون محمد صلاح، محمد صلاح غير موجود في القائمة، 75 مليون أورو. محمد صلاح زيد 60 او 55 مليون اورو اخرين. عمر مرموش 40، تريزيجيه 8.5، مصطفى محمد 7 مليون اورو مهاجم نونت يعجبني برشا اللاعب هذايا. تونس 53 مليون اورو مقارنه بهذا الكل. منتخب المغرب ذكر سمير في اكثر من مناسبه انه منتخب مخيف مرعب، عنده ليزاتو كل هجوميا قوي، دفاعيا ايضا. تو كي نقول لك انا اشرف حكيمي ونايف اكرد من ابرز اللاعبين، بالاضافه لبونو حارس الهلال. منتخب متكامل بين الجزائر، المغرب، مصر. نذكر المغرب تنظم كأس افريقيا الامم، يبدو أن المغرب الاوفر حظا سمير للفوز باللقب هذا. جماهير تنتظر المسابقه بفارغ الصبر، ومسابقه تاتي قبل عام من كأس افريقيا للامم. كأس العالم، عفوا كأس العالم. انت توا افريقيا كأس افريقيا ياتي عام قبل كأس العالم في المغرب. انت توا تكلمت على في امريكا، عفوا انا دخلت بعدي شوي. امريكا ومكسيكو من بعد 2030 في المغرب. تكلمت على القيمة التسويقية كالمنتخب المغربي أفضل منتخب إفريقي. كان تقارنوا بمنتخبات أوروبية ينافس في مراتب ممتازة، والمنتخب المغربي تفوق على منتخبات إفريقية كبيرة كانت هي اللي تتصدر. نتكلموا على الكاميرون، نتكلموا على الكوت ديفوار، نتكلموا على نيجيريا وغيرها من فرق. فالمنتخب المغربي تفوق عليهم تسويقيا، رياضيا من غير ما نحكيو. كلام هكا ولا معقول؟ مقارنة بالجزائر ولا خاصة بمصر، المنتخب المغربي كانت نحيله أشرف حكيمي ولا زوز ملاعبية ما يتأثرش تسويقيا، لأنه المجموعة متاع 20-25 لاعب تسويقيا متقاربة، على عكس المنتخب المصري كانت نحيله زوز لاعبين فقط، مرموش ومحمد صلاح. تصبح القيمة التسويقية ضئيلة أو قيمة معناها منخفضة. بالله تصديقا لكلامك باش نعطيك اكزومبل. كرواتيا 260 مليون يورو، المغرب 360 مليون يورو. انت قريت لي افكاري. الترتيب المنتخب الاكثر قيمة تسويقية ولا الاعلى قيمة تسويقية في العالم هو منتخب انجلترا في العالم. 1.55 مليار أورو. فرنسا 1.01 مليار أورو. البرتغال الثالثة 972 مليون أورو. برازيل الرابعة 903. اسبانيا الخامسة 901. الأرجنتين السادسة 814. ألمانيا السابعة 782. هولندا 768. إيطاليا 658. بلجيكا 484 في المرتبة العاشرة، ذوما التوب 10. الأوروغواي 412.
النرويج في المرتبه 12 374، في المرتبه 13 شكون؟ هالاند طلع منتخب المغرب. هالاند فماش نرويج. المرتبه 13 لمنتخب المغرب. دونك منتخب المغرب كرواتيا اسم كيما كرواتيا هو الاعلى. لا 2018 لا اي واكثر من هذا. السؤال علاش المغرب القيمه التسويقيه ولات قيمه عالميه؟ ما لازمنا نتسائلوا علاش. لاعبيتهم يلعبوا في لي جراند زيكيب اللي في اوروبا. هذا هو. وعلاش المواهب توا الجاليه المغربيه اللي برا، ما فما جاليه تونسيه وفما جاليه جزائريه وفما ولا مصريه ومغربيه مصريه بلوز او موان، مصريه اقل في اوروبا. لكن نحكيو في اوروبا يتكون اللاعب التكوين الصحيح. دائما ما يكون المنتخب المغربي هو المتفوق. دونك تقول لي مولودين غاديكا دونك هنا المولودين غاديكا بطبيعه الحال حتى هذه كجزء اول، حتى اللي متكونين في المغرب. والمغرب خلال 10-12 سنه الاخيره يعني كانت عندي زيارات للمغرب الى معناها تاريخ جديد. يعني تتغير المغرب، قاعده تتغير، قاعده كي تغيب عليها شهرين 3 عام عامين تلقاها بلاد اخرى تغيرت، فما حاجه جديده تبدلت. المغرب قاعده تتبدل. حاجه اخرى سمير، هذوما اللي تولدوا غاديكا ويكونوا ديستار كيما ابراهيم دياز ولا غيره كان نجم يلعب في اسبانيا فاسيلمون. بيان سور حكيمي عيال اتحاد اسبانيا كره قدم يجري وراه. دونك يختاروا بلادهم كمان. اولا ساعه ارتباطهم ببلادهم، وثانيا التواصل معاهم. واحنا حكينا على ربما السياسه التسويقيه الرياضيه، دبلوماسيه الرياضيه. باش نختم في كلمه خاطر المجال لما يتسعش الوقت نتاعنا. القيمة التسويقية للاعبين اللي أقل من 24 سنة، للاعبين المغاربة، ها هو المستقبل. كيما خوماش كيما زلزال، هذا المستقبل. راك شفت في الأولمبياد تشكيلة المنتخب يلعبوا في برشلونة. ما نحكيوش على حكيمي وأكرد وغيره وبونو وغيره، لأنهم هذوكم لاعبية كونفيرمي. ما يعطيني من 24 سنة وارجع التالي أقل باش تلقى قيمة تسويقية مرتفعة جدا. إذا المنتخب المغربي أمن حاضره وامنا كذلك المستقبل. اسماعيل سايبيري هذايا في بي اس بي 16 مليون يورو. ما نعرفوش مليح مازال بين المغرب ومصر والجزائر من هو المنتخب الاكثر جاهزيه حسب رايك للكان؟ المغرب مش خاطر راهو هو اللي يستقبل، ولكن المغرب لا ايضا يستقبل راهو عنده قيمه. اي قلت لك ابار انا تو نورمال نقول لك هذاك واحد من النقاط اللي خليني نختار المغرب. ولكن حتى كان جات تلعب في السنغال نقول لك المغرب. محمد شو رايك محمد؟ شوف المغرب هو يعني الناس كلها واضح اللي هو المغرب منتخب قوي، منتخب كما قال سمير منتخب مرعب، منتخب فيه النجوم كبيره ياسر. وكما التناغم الكبير اللي حاصل بيناتهم سورتو خاصه بعد اللي عملوه في كاس العالم. يعني الناس الكل الانظار كلها اتجهت للمغرب على اساس كمنتخب كونفيرمي. لكن التعزيزات اللي صارت في الجزائر، فما اوبجيكتيف في الجزائر، فما تعزيزات، فما نقد بدات تبني عليه الجزائر على المنتخب نتاعها. فما اوبجيكتيف يلزم توصل له. فما تواصل الاولمبياد اللي تعديت. فما توا تخضر على اساس المنافسه ضد المغرب على اساس نفس الكاليتي جوار، لكن النتائج ماهيش كيف. لكن نفس الكاليتي ما نوافقكش برشا محمد حاليا. تحكي على المغرب والجزائر ما نوافقكش ياسر. اي شوف انا نحكي لك على الكاليتي ما تبعدش بعيد. حتى ما انا نحكي على زوز ولا 3، تحكي على حكيمي ولا اكرد اللي هم متفوقين ويلعبوا في فرق يعني كبيره. لكن زاد الجزائر كيف يعني ولا دياز. لكن الجزائر زاد ما تقلش قيمه اللاعبين نتاعها، كلها محترفين، عندها بنك قوي، عندها الاختيارات تنجم لونترونور على شكون يرضى. انا نشوف اللي الجزائر قاعده حاطه اوبجيكتيف، قاعده حتى تحدي بينها باش توصل النيفو كما نقولوا نحن والمغرب، وتوصل تتفوق على المغرب خاصه في كاس افريقيا اللي هو تحدي في المغرب صعيب شوي. احنا قلنا اوبجيكتيف، احنا قلنا تحدي وكل شيء جايز. ما نحكيو على المغرب على الجزائر على اساس فريق قوي على اساس ملاعبيه كبار، على اساس ملاعبيه عندهم الخبره وعندهم. والمغرب يواجه غينيا الاستوائيه بعد دقائق، مباراه تنطلق مع ساعتين. نعطيك تشكيله الجزائر كي جا في حراسه المرمى: توغاي اساسي، مندي، بن سبعيني، تنوري، فارسي، زروقي، زرقان، محرز، بالرحمه وعمور. هذه تشكيله منتخب الجزائر. وتوغاي اللي يعرف مشاكل في الترجي في الفتره القليله الماضيه، وسمير قال بعد فتره التوقف الدولي تلقاو توغاي اساسي رفقه مرياح في محور الدفاع، اساسي في تشكيله بيتكوفيتش، راكراكي، بيتكوفيتش، حسام حسن. اظن انه الراكراكي سمير عنده اسبقيه
على المدربين الاخرين الموجودين في فرق شمال افريقيا بعد الانجاز اللي حقه مع المغرب ومرتبه رابعه عالميه. وبعد الفتره اللي خدم فيها خذ ثقه في روحه واعطى ثقه كبيره للمنتخب المغربي، نتائج مشات ابهر العالم. المنتخب المغربي في كاس العالم صار تراجع نوعا ما بعد كاس العالم، لكن بسرعه عاد المنتخب المغربي للتوهج والعنفوان نتاعو، على عكس حسام حسن اللي مازال كيخدم المنتخب المصري ولو انه النتائج قاعده ماشيه مريقله لاباس. وخاصه مشروع الجزائر حكى عليه محمد وبيتكوفيتش اللي انا نتصور باش تكون عنده فتره زاهيه جدا مع منتخب الجزائري. نعرف بيتكوفيتش منذ سنوات والتدريب نتاعو والشخصيه خاصه نتاعو وخاصه ايمانه باللاعبين الشباب. خزان المنتخب الجزائري موجود على مستوى اللاعبين الشباب المتميزين المتألقين، وبالتالي المنتخب الجزائري قادم على سنوات مش تكون سنوات ممتازه برشا. ربما في الفتره ذي فما نوعا ما من المشاكل، ولكن بدا منتخب الجزائري اعاده بناء سمير. لا قاعد يتطور، اي اعاده بناء. الفرق بينه وبين المغرب كما قال سمير، الفرق راهو بينه وبين المغرب هو النضج اللي وصل له المغرب. مازال حاليا ما وصلش المرحله، الجزائر مازال ما وصلش لمرحله النضج في تكوين فريق، لكن فريق عنده تحدي قدامه. لكن محمد فما نقطة أخرى، مثلا عندك رياض محرز النجم الأول لمنتخب الجزائر في آخر 7-8 سنوات، قريب من النهاية، من نهاية مسيرته نتصور. ديما فانسيك البونجاح زاد وسليماني وغيره، إعادة بناء. دونك هذوما 2019 هزوا كوب دافريك وعملوا اللي لازم يتعمل توا. موجود المعوضين موجود. اي متفاهمين، اما ريكونستركسيون اعاده بناء. المغرب حاضره بالضبط، ريبيلدينغ باللغه الانجليزيه. وانت محمد خبير في اللغه الانجليزيه وليت وتقرا في اللاميديست ان بتي بو. لا على ذي تسكر البرنامج، ولا سكر البرنامج ما تجي محمد ما تجي. واحنا نحكيو على المونديال، باش نحكي لك على قطاع السكك الحديديه في المغرب. تعرف انه باش تنظم مونديال يلزمك وتله، يلزمك بنيه تحتيه على اعلى مستوى، يلزمك ملاعب، ويلزمك النقل. ومشروع كبير في المغرب هو التي جي في، تران جراند فيتيس. يا سمير سليمي 8.8 مليار دولار سيتم استثماره في قطاع السكك الحديديه في المغرب. وفما التران اللي تحكي عليه تي جي في من قنيطره المراكش. قد يقعد سؤال تي جي في يجري في 300 كيما اللي ترى في الاوروب. مشيت لاوروب اكيد وركبت في تي جي في. تعرف تي جي في كيفاش؟ لا ما كرهبتي انا غادي. اسمع سيدي، انا تي جي في، انا نحب التي جي في. دونك قلنا انه المشروع هذا هو بمشروع فرنسي مغربي، اكيد تعاقد مع شركه فرنسيه كبيره اللي بنات مثلا المترو في قطر، فرنسيس بناوه. 8.8 مليار دولار سيتم استثمارها في قطاع السكك الحديديه. سيشمل طبعا 1300 كيلومتر من الخطوط الجديده لفئه القطارات فائقه السرعه، و3300 كيلومتر للخطوط الخاصه بالقطارات العاديه، وذلك لربط 43 مدينه بدلا من 23 مدينه حاليا. نشوفوا معناها قيمه النقل وقيمه التطور اللي تشهده المغرب. ملعب طبعا في شمال الدار البيضاء اللي تحكي عليه انه ملعب حسن الثاني سيسمى اكبر ملعب في العالم، 115,000 متفرج. طاقه استيعاب والاشغال تنطلق ان شاء الله قريبا في 2025. قيمه قداش الملعب يتكلف حسب رايك؟ هاو ماتش نعطيك بعض الارقام. من الجامجو في السنغال 230 مليون اورو، هذا الدوبل 500 مليون اورو. 100 هكتار هي المساحه للملعب.